السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسنة سعيدة عليكم وكل سنة وانتم طيبين في قرب عيد الفطر المبارك. اللهم عيد علينا بالخير واليمن والبركات. اللهم ارزقنا بالرزق الحلال الطيب المبارك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. من قبل ما أبدأ معاكم في الفيديو، ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك فضلا وليس أمرا عشان شجعوني وأقدم لكم كل جديد، وتعليق منكم كده جميل عشان أعرف إذا كانت الأكلة ديك أو الوصفة دي عجبتكم ولا لأ، عشان بعد كده لو في أي تطورات تانية أو أي حاجة بتضيفوها يا ريت تكتبوا لي عليها بالتعليقات عشان أنفذها معاكم، أو أي وصفة انتوا حابين يعني ايه تعرفوها اكتبوا لي عليها وإن شاء الله أقدمها لكم، ويا رب تكون الوصفة دي عجبتكم. دي وصفة من أجمل الوصفات اللي بحب أعملها، خصوصا لو عندي عزومة أو مثلا حابة إن أنا أعمل حاجة يعني نواشف، أو حلة واحدة، مش حابة إن أنا أعمل طبيخ والكلام ده مثلا بالصيف في الشتاء، بس احنا كده عشان عاوزين فطار يكون نواشف بعيد عن الطبيخ والكلام ده كله. فحبيت اعمل معاكم الوصفه الجميله ديك، خصوصا ان انا بحب الضاني على طول بالرز البسمتي. ما بحبش اعمله لوحدي، لا اما مشوي، يعني لا مشوي لا معمول بالخلطه الرز البسمتي بتبقى جميله جدا، ووصفه جميله جدا من الروائع الوصفات اللي انا بحب اعملها. معاكم هنا بقى الخطوات. معانا هنا التوابل: ليمون ناشف بيجي من عند العطار، ومعانا بقى ايه، فلفل اللي هو الحلو اللي هو بابريكا، مع شطة وكمون وكزبرة وملح وبصل بودر وتوم بودر، ومعانا معلقة قرفة ناعمة مع معلقة فلفل أسمر، ورق لوري. طبعا معانا السمنة، ومعانا آم، توم مبشور، ومعانا الرز البسمتي بنقعه قبلها ب10 دقايق أو بربع ساعة، ومعانا هنا اللحمة الضاني الجميلة دي زي ما انتم شايفينها كده. طبعا أنا كنت ماشية وكنت رايحة أجيب نوع لحمة يعني اللي هو البيتيل أو البقري، فلقيت عند الجزار كده بالصدفة اللي هو عنده ضاني، فحبيت إن أنا إيه أجيب يعني تشكيلة تانية أو نوع تاني من اللحوم اللي هو الضاني، بحيث ان انا ايه اختلف، ممكن ان انا مش هشويها او اعملها طبخه والكلام ده. فحبيت ان انا اعملها بالرز البسمتي لاني بقالي فتره ما عملتهاش. زي ما انتم شايفين بقى كده، حطينا الحله هنا على النار، ومعانا هنا بقى المكونات بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت ان انا اعملها بزبده صفراء عشان كانت متوفره عندي، يعني اللي هو قالب الزبده الفرن بيبقى طعمه جميل جدا. بس مش جميع الاكلات بحب اعملها مثلا بالاكل اللي هو بيبقى فيه ني في ني. أو زي ما انتم شايفين كده حطيت هنا 4 مكعبات من الزبده الصفراء. طبعا عاوزين بقى عندكم سمنة بلدي أو أي سمنة، مفيش أي مشاكل. هنا بقى ايه تبدأ معايا هنا السمنة باينة بالسياح. طبعا في اللي بيعملها مثلا بحلة الضغط أو حلة اللي هي الكبسة، وهنا بحب أعملها على طول بحلة تيفال عشان ما بتلزقش مني وبيستوي الأكل كويس. أو زي ما انتم شايفين كده ببدأ إن أنا أسيح السمنة، وبتبدأ بس اللي هي تسيح معايا بالشكل دوت، وهبدأ بقى أنا أشوح فيها اللحمة. طبعا اللحمة هنا كانت متقطعة، ولو حابين مثلا تعمليها بفراخ مفيش اي مشاكل، برضو بيبقى طعمها جميل جدا، او اي لحمة عندك او الشكل دوت. بخلي بقى ايه اللحمة تاخد الصدمة بتاعتها، وبضيف بقى المكونات اللي انا ايه محضراها زي ما انتم شايفين كده. بجد عاوزة اقول لكم ان هي تبقى جميلة جدا باللحم الضاني او الشكل دوت. طبعا الوصفة ديك بحبها جدا، واللي بياكلها طبعا بأوقات يعني بيطلبوها مني على طول، فبحب اعملها لهم برضو باللحمه الضاني، لان هما عندنا الاولاد ما بيحبوش اللحمه الضاني، فبدخلها لهم بالكبسه الرز والكلام ده، علشان لما مثلا بيبقى عندنا مثلا في العيد الكبير بنذبح مثلا الخروف او بنذبح حاجه، فما بيحبوش اللحم بتاعها، فلما بيدوقوا بالشكل ده فبيحبوا طعمها. طبعا دي ماسوره زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حابه النخاع اللي جواها قوي، فبرضو هخليها عشان الشوربه او الشكل دوت. دي حلة الكبسة اللي هي حلة طبخة في حلة واحدة. هبدأ بقى إن انا اقلب معاكم بقى هنا اللحمة لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها، او ان هي التشويحة بتاعتها ان هو لونها يبدأ اللي هو يتغير يمين وشمال بالشكل دوت. طبعا انا مش عارفة اقلب الصراحة بالمعلقة اللي هي ديت، فحبيت ان انا اقلبها بحاجة تانية.
طبعا هنا بدأت اللي هي بقى تاخد الصدمة معايا، وبحط لها توابل معايا اللي هي التوابل اللي انا وريتها لكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا تشكيلة جميلة جدا جدا من التوابل. ونسيت اقول لكم ان انا حاطه خلطة الرز البسمتي او خلطة الكبسة، بتيجي برضو من عند العطار. دي ضروري جدا للطبخة دي او الاكلة دي. طبعا هيبقى ليمون مجفف وخلطة الرز البسمتي، وعندنا معلقة قرفة ناعمة، او لو ما عندكيش تحطيه عود مفيش اي مشاكل. ومعلقة كمون، على معلقة كزبرة، على معلقة فلفل اسمر، على معلقة شطة، معلقة فابريكا، معلقتين من الملح. ولو حابة ان انت تضيفي برضو مكعب ماجي، ده برضو بيدي طعم جميل جدا، مع ورق اللوري، مع 3 4 حبهات حبهان. دي خلطة الرز البسمتي زي ما انتم شايفينها كده. ولو عندكم توم، حطوا فصين توم برضو مرصين، بتتقلب مع اللحمة بالشكل ده. دي خلطة الرز البسمتي بالشكل دوت. مكترة منها علشان يديني اللون والطعم اللي انا محتاجاه. طبعا لو مش متوفر عندك خلطة الرز البسمتي، فهتضيفوا مع مرقة ماجي، مكعب ماجي، مع معلقتين اللي هو الكركم اللي هو الأصفر، وهيديكي نفس الطعم. زي ما انتم شايفين كده خدت اللون الذهبي الجميل. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بنزل هنا معلقة سمنة بلدي عشان يكسر الزبدة اللي انا حطوها. هنا بقى ببدأ ليه ان انا اسيحها بالشكل دوت. وعاوزة اقول لكم كان لون اللحمة ذهبي وجميل جدا، والتتبيلة فيها يعني فوق الروعة من قبل ما هي ما تستوي. ولو عندكم بقى مكسرات فستق بندق عين جمل، ممكن تشوحوها معاها، او ما عندكوش عادي ممكن تحطوا زبيب وسوداني، او مش لو حابينها يعني بمكسرات مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين كده هنا صفيت الرز. طبعا انا كنت نقعاه قبلها بربع ساعة او بالشكل دوت. ببدأ بقى ايه الناس ان انا اسقي اللحمة. طبعا كمية الرز معايا هتاخد 3 اضعافها مية، عشان الرز البسمتي بياخد ضعف المية اللي هي ضعف مية الرز العادي اللي هو البلدي. طبعا لو اللحمة برضو بتشرب برضو المية، فباخد ضعف 3 أضعاف كمية الرز، بضيف لها مية للحمة، وبتعمل الشوربة بتاعتها وبسيبها هنا تغلي بالشكل دوت. بسيبها بقى هنا تغلي. هنا عندي كمية الرز بتاعتي كانت نص كيلو. عاوزة اقول لكم ان الرز البسمتي بيعمل كمية يعني ما شاء الله ضعفها مرتين عن الرز اللي هو العادي او الرز البلدي بتاعنا، لان هو الحجم بتاعه بيبقى اكتر من الرز التاني او الشكل ده. وببدأ بقى ايه ان انا اسيب اللحمة ان هي تبدأ تدخل على سوا بالشكل دوت. وببدأ ان انا اضيف لها الرز بعديها، وبقلب الرز فيها كده. طبعا ما حبيش اقلب الرز فيها قوي، يا دوب اتوزعته بس بالشوربه. وهسيبها بقى ايه ياخد السوا بتاعه، ارجع لكم تاني بعد ما اعمل العصير. طبعا كنا دخلنا خلاص كان فاضل ساعه على المغرب، فبحب ان انا اعمل الاكل بعد العصر خصوصا في رمضان، برضو عشان لو في وقت برضو قبل المغرب بحاجه بسيطه اعمل العصاير اعمل حاجه، يبقى معايا وقت للاكل ووقت للتحضيرات. زي ما انتم شايفين كده خلاص كانت الوصفة بتاعتنا كانت جاهزة معانا او الشكل دوت. عايزة اقول لكم الرز كان مفلفل وجميل، يعني ما شاء الله طعم وريحة ولون. يا رب يكون عجبتكم الوصفة. لو انت بقى جديدة في القناة واول مرة تشوفي الفيديو، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا عشان يوصل كل جديد. ويا رب يكون الوصفة عجبتكم زي ما شايفين كده. ما تبخليش عليا بقى باللايك وكومنت جميل منكم كده تشجيعة او بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان ريحته وطعمه جميل جدا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد فطر سعيد عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. طبعا طبق اليوم كان جاهز معانا. لو حابة تعملي بلحمة عادي أو لحمة أو
فراخ، ما فيش أي مشاكل. طبعًا أنا هنا ما حبيتش إن أنا أساوي أو أحمّر معاها المكسرات، وحبيتها إن هي تبقى ناشفة، باضيفها كده في الآخر بالشكل دوّة. طبعًا المكسرات ديّة كنت جايباها بياميش رمضان، باحطها يعني مع الرز أو مع المهلبية أو قمر الدين. بابدأ بقى إيه، إن أنا أوزّع هنا المكسرات. طبعًا بنتي بتشاركني في اللحظة ديّة، مش سايباني بالشكل ده، يعني بتيجي بالحاجة الأخيرة أو باللحظة الأخيرة بتحط البصمة بتاعتها. زي ما أنتم شايفين كده، ديّة كانت حلة تانية. زي ما أنتم شايفين كده طبعًا، أنا حبيت أورّي لكم الطريقة أو الوصفة في حلة، والحلة التانية حبيت إن أنا أخلّيها بالشكل ده أهو، وأعملها بالشكل ده. عاملاها أكتر من مرّة على القناة. لو دورتوا كده على القناة هتلاقوا فيديوهات ليا للرز البسمتي دوت بالفراخ أو باللحمة الضاني أو زي ما انتم شايفين كده اهو، بالفخدة الضاني بتبقى جميلة جدا مع الضاني. أو الشكل دوت كان جاهزة معايا لوصفة النهاردة. عندك بقى شوية مخلل، أو لو ما عندكيش طبق زي دوت جميل جدا وخفيف برضو أحسن من مخلل. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.